انت عارف احسن حاجه ايه؟ ان انا جايبه منها 2. دي تامن حلقه من سلسله تجارب النودلز. جربنا 27 نوع قبل كده، والنهارده هنجرب 3 انواع جداد. يلا بينا. اول واحده بالدو ستير فرايد تشيكن نودلز وسبايسي صويا صوص. شكل النودلز بتاعها اللي هي المبططه العريضه دي اللي هو حلو يعني، معاها صوص وفليكس. يلا بينا. شفت الشطاره؟ ايه ده؟ يلا بينا. بما اننا بقى في الشبكه دي فبتصفي الحاجات كلها، فهنحط معاها الفليكس، لان دي المفروض نبويل 600 مللي من الميه ونحط فيهم النودلز معاها الفليكس. فاحنا هنحط الفليكس مع النودلز اهي، هنسيبها 3 دقايق تتسلق. سوى 3 دقايق مع الميه و3 دقايق مع الصوص. شيل بقى دي كده، هنصفيها من الميه بس مش هنصفيها قوي قوي يعني. 5 معالق ميه ونحط عليها الصوص ونقلب 3 دقايق تانيين. ده شكله تقيل. ايه ده بيست مش صوص. وده كده شكل البالدو الهوت صويا صوص. طبق ايه؟ شوكتك. يعني هي المفروض حراقه، بس هو حراقه ازاي وكانت على النار كل ده واحنا مش حاسين. دي اكتر نودلز في بالدو عجبتني كنودلز. نودلز نفسها حلوه قوي، وده احلى فليفر من بالدو برضو يعجبني. طعمها حلو، سبايسي، خفيف قوي. هو سبايسي بتاعها فعلا خفيف حلو قوي، والصويا صوص مش تقيله. هو ده اول طعم ممكن افكر اجيبه تاني في بالدو. ده كان معاكم حق بصراحه لما انتوا رشحتوا لنا دي وقلتوا لنا ان دي من الاحلى، فدي بصراحه بدايه موفقه. اللي بعده تاني واحده ساميانج بولوجوجي تيست اوف كوريا باربيكيو صوص. ده شكل النودلز بتاعتها، معاها صوص فليكس وزيت. خلونا نعملها ونشوف. ميه بتغلي، هنحط النودلز، نحط الفليكس. ايه ده خضار مجفف. هو ده ايه؟ لحمه ممكن. ايه ده؟ دي لحمه مقدده ولا ايه؟ عدى عليها 4 دقايق. حط انت الزيت. انا فتحت اوكي، الزيت وانا فتحت الصوص. وده كده شكل ساميانج البلوجوجي. هي شوربه، احنا محتاجين ناخد حبه ولا لا؟ هاخد بقى دلوقتي ايه بالمعلقه، معلقتك ومعلقتي. انا هاخد بالشوكه وبعدين هاخد حبه شوربه. بصوا في حلقات كده من اولها بتبقى حلوه بصراحه، انا ببقى مبسوطه ومش قادره اخبي تعابير وشي. فدي خطيره خطيره. ايه ده؟ طعمها حلو قوي وفاميليير لينا جدا 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 يعني. طعمها شوربه لحمه حلوه. احنا كمان داخلين على فتره الشتاء، فدي هتبقى حلوه قوي وفيها سوب كده، وطعم الفلفل باين فيها حلو قوي، مش حراقه خالص خالص. لا. هي طعمها فيه صويا صوص وشوربه لحمه، او ممكن مش صويا صوص، ممكن يكون باربيكيو صوص. هي فعلا فيها سن التدخين. ممكن مثلا لو معدتي حاسه اني كلت حراق كتير في اسبوع، ما اقدرش مثلا اكل واحده بتاعت بولدك يعني في اي وقت، انما دي انا ممكن اخدها في اي وقت. اعتقد ان دي هتبقى واحده من الافضل في هذه الحلقه. هما كده كده 3 يعني، بس دي علت بصراحه على اللي قبلها. بلوجوجي حلوه قوي. اللي بعده اللي بعده واخر واحده معانا النهارده بالدك ياكي سوبا. ده شكل النودلز بتاعتها. دي رفيعه قوي، دي ارفع نودلز شفناها لحد دلوقتي من ساميانج، ومعاها صوص فليكس وياكي سوبا بالدك مايو صوص. تعالوا نسويها ونشوف. الياكي سوبا بقى هنسلقها عادي مع الفليكس. يلا بينا مع الفليكس. ليفل الالتزام بالتعليمات في الفيديو ده بتحسد طب. عليه. هي دي بقى المفروض حراقه. الحلقه دي ما فيهاش حاجه حراقه لحد دلوقتي، ما ينفعش كده. النودلز دي رفيعه قوي، دي ارفع نودلز شفتها بالدك لحد دلوقتي. هنسيبها كام دقيقه؟ معلش بس مش انا اللي بقول. 3 دقايق، وبعد كده ريموف اول ذا ووتر، كل الميه هنصفيها من الميه خالص. برضو ما حطيتش النودلز اللي هنا. انا تعبت على فكره معاكي. لما بنعد ما بتقوليش معايا، لما بتعملي النودلز ما بتحطيش النودلز. نخلص الفيديو امسك الكياس الاقيهم وقعوا نودلز في كل. مش كده بقى شيف. لا تبوظي بقى الدنيا. يعني انت خايف عشان ابوظ الدنيا؟ انا مش خايف عشان انا ازعل. اوكي، صفيناها من الميه خالص. دلوقتي هنحط عليها الصوص والبولدك مايو. عليها برضو على النار. البولدك مايو ده يعني المفروض تتقلب بيه ولا محطوط على الوش زي ما هم حاطينه هنا؟ اهم كاتبين add the sauce and بولدك مايو stir well and serve. اوكي طب خلاص يلا بينا. هو ليه شكله قمر الدين المايونيز كده؟ كل الصوص. وده شكل بالدك ياكي سوبا. ريحتها غريبه جدا. ريحه جديده علينا. لا معلش ثواني كده. ايه ده؟ حراقه قوي.
انت عارف احسن حاجه ايه؟ ان انا جايبه منها 2 تحفه 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 تحفه. النودلز حلوه قوي، الفليفر بتاعها جديد، يعني احنا ما دقناش حاجه شبهه، بس هو اقرب حاجه ليه ان هي بالصويا، يعني تحسها دي صويا. اعتقد هي حراقه قد السودا. اقل سنه. طعمها مختلف عن الباقيين خالص، دي اكتشاف. هقول لك، انت حاسس بكرمله. الكرمله دي جايه من الفليكس بتاعتها، ان انا قلت ان هي بصل مجفف، فكرمله البصل دي لما استوت او اتحط عليها الصوص مديه طعم حلو قوي بجد، من احلى الانواع اللي جربناها. هنحط عليه البولوجوجي. طيب مش هنحط بقى بالدو كلها، نحط كميات متساويه، فخدي مثلا شوكه من دي. بالدو سبايسي صوص. قلب بقى كل الكلام ده. هو الميزه ان الشوربه بتاعت البولجوجي هتغطيهم كلهم، وده شكلهم كلهم لما حطيناهم على بعض. لا انا كنت متاكده ان هي هتطلع حلوه. هي كفرد طبعا بالبلجوجي عشان هو اكتر صوص فيهم، بس مفيش حاجه فيهم مفيش حاجه فيهم طاغيه على الثانيه. طعمهم الثلاثه على بعض تحفه. سبايسي بتاعهم بقى سبايسي يعني مايل للمايلد شويه كده. جربنا النهارده 3 انواع: بالدو ستير فرايد تشيكن نودلز، ساميانج بولوجوجي، بالدك ياكي سوبا. ارتبهم انا ولا انت ترتبيهم ولا كل واحد يرتبهم لوحده؟ 1 2 3 ياكي سوبا. عشان لو ما لحقتش قلت ايه البادي لانجوج تشتغل. ياكي سوبا اكتر واحده عجبتني. تاني واحده بولوجوجي، واخر واحده بالدو. وكده نكون جربنا 3 انواع نودلز جداد في سلسله تجارب النودلز. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، وتشوفوا حلقات النودلز اللي فاتت، وتستنوا حلقات النودلز الجايه، ونشوفكم الفيديو الجاي.